السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا ثلاثه الوصفات مختلفه. نبداو بالوصفه الاولى على بركه الله. عندنا هنا حريشه مالحين اللي كنحتاجو في المقادير: نص كيلو ديال السميده رقيقه ديال الحلوى، ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون. واللي ما بغاتش دير زيت الزيتون كدير زيت العاديه، ولكن كيجيب المذاق ديال زيت العود احسن. كنديروا شويه د الملحه وكنبسبسوا هاد السميده مزيان مع زيت الزيتون. هنا عندي واحد البصله مشحره، خليتها طاحت مزيان. عندنا هنا فلافل الوان، انا شويتهم وقشرتها هكا وقطعتهم رقاق. اللي بغات دير الحمراء والخضراء كيجيو هكا اللوان يا سلام، واللي بغات ديرها الخضراء لكم الاختيار. عندنا هنا شويه الثومه بودره، من الاحسن تكون بودره، ديك العاديه كتكون مجهده، وعرفتوا شهر رمضان هذا. وعندنا شويه البصل، شويه البزار، عفوا البنات، شويه البزار. وعندنا هنا العلبه ديال الطون ديال الزيت. هو المذاق كيجي زوين، ولكن انا كنفضل واخا هادوك ليتهم، ولكن انا كنفضل ديال الكفته اللحم اولا الكفته د لادانت او الصدر ديال لادانت مطحون. المهم لكم الاختيار، واخا انا درتهم بالطون ولكن كنفضل انا المذاق ديال الدجاج. عندنا هنا شويه الزيتون الكحل مقرد هكا طروفه صغار، وشويه الفرماج الاحمر محكوك في الحكاكه الرقيقه. صافي كنخلطو مزيان مزيان. عاد كنضيفوه، هنا راه نسيت الخميره الحمراء، ما غنضيفها حتى الاخر، نسيتها هي حدايا ولكن نسيتها. هنا كنديروا الماء عادي، ماشي ضروري يكون الماء يكون سخون، يعني الماء عادي من الصنبور. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيتخلط عندنا دوك المقادير اللي درت. صافي هنا كنضيف الماء. بالنسبه للحرشه كما كنقول لكم دائما، راه الحرشه ما كنعجنوهاش باش ما تجيش هكا مدقصه ولا كتجي معجنه من الداخل، غير كنجمعها هكا، كنخلط، كنطلع الخليط من الفوق لتحت وكنضيف الماء. هي كتجي شي شويه تكون رطبه. عرفتوا السميده عندنا كتشرب الماء، واخا زعما راه فيها الزيتون، وانا الزيتون الكحل راه كنت مرقداه في زيت العود، يعني ما ناشفش. صافي كنخلطوها هكا كما قلت لكم. صافي. وبالنسبه اللي بغات دير هكا حرشه عائليه، بغات تنقص عليها تماره، لكم الاختيار. انا غنديرهم هكا في داك السيركل الصغير. درتو صغير بزاف، ولكن سبحان الله العظيم ديك الحديده ديالو انا شريتها معاه، ولكن ما كتجيش قدو، ما عرفت علاش. وحده واقيلا دارت الريجيم في هذا رمضان، وحده بقات غليظه، وحده نقصت الوزن. المهم ما تديوش عليا، انا عارف كنضحككم شويه حيت مولفه هكاك. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال الحرشه ديالنا. صافي كندهنوا شويه المقله الثقيله، المقله الوجديه كندهنوها بشويه الزبده فقط، وكنرشوها بالسميده الغليظه. وهنا كنقرصهم وكنرش عليهم شويه السميده، ماشي الغليظه كاع، يعني الموين، غير ما ديروش الرقيقه. صافي كنديرهم هكا في المقله الثقيله حتى كنسالي. عاد كنحطها فوق البوطه، يعني كيتحمروا تحميره واحده. صراحه هاد الحريشات هكا لمائده الافطار، وحتى في الايام العاديه، يعني مع هاد الوصفات اللي غنشارك معكم ماشي غير في الشهر الفاضل، حتى الى داز رمضان ان شاء الله. راه تبارك الله راه فات النص، حتى الى داز رمضان تحتاجوهم هكا. الكوتي هكا اللي كيدير كسكروت معطل مع بريريت ديالاتين مشحر، يا سلام، خصوصا الا كان على الفاخر. المهم لكم الاختيار. صافي كنساليو هاد الحرشات. انا درت حتى المقله اخرى باش ما يبقاش ليا الخليط، وكان هنايا العشيه، يعني ما بقاش بزاف الوقت الفطور. درت جوج وصفات ودركني الوقت. صافي هنا كما قلت لكم، اللي بديرهم هنا رقاقات بزاف، واللي بغا ديرهم غلاط، واخا هي الحرشه راه ما كتجيش رقيقه بزاف حيت كتجي يابسه. صافي كنديرهم هكا على البوطه كما العاده. المقله راه عندي ثقيله بزاف، يعني كندير النار متوسطه، ما كنديرهاش مجهده ولا نازله بزاف، كنديرها متوسطه. صافي فاش كتشد اللون التحميره ديالها، كتشد اللون محمر من الجنب الاسفل. صافي كنقلب الحراشات ديالنا كيطيبوا على جوج جوايه. صراحه كيجيو هكا زوينين لمائده الافطار كما قلت لكم، مع بريري ديالاتي. وندوزو ان شاء الله لوصفه اخرى. فبقاو معايا لنهايه الفيديو ان شاء الله. وكنتمنى ان الوصفات اللي غنشارك معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. وكي درتوا مع التحضيرات، واش كاين شي توجد العيد ولا مازال بحالنا حتى حنا مازال ما حضرنا والو. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هيكونوا في تحضيرات العيد
الى بقينا حيين ان شاء الله. فبقاو معايا لنهايه الفيديو ان شاء الله، وما تنساوناش بواحد لايك واحد كومونتير، بارطاجيو مع العائله والاصدقاء اللي تاعهم الفائده. فبقاو معايا حتى ندوزو الوصفه الثانيه ان شاء الله. بعد ما طابوا الحريشات ديالي هنا راه صورتهم لكم ورا الفطور، وجدتهم ومشيت عند الوالده حتى رجعت عاد صورتهم معكم. هكا تشوفوا الاضاءه ديال التليفون. انا ان شاء الله ندوزو الوصفه الثانيه اللي هي كرواسه بمكون جديد. المهم بالنسبه للمقادير، انا ضبلت هنا المقادير، وانتم الا بغيتو ديروا نص كيلو الطحين انا درت هنا كيلو ديال الطحين الفرص ديال الحلويات، وجوج معالق ديال خميره العجين. اللي هدير نصف المقادير هدير غير معلقه واحده. هنا كنكبوا عليها الماء دافي، وكنخليوها حتى كتطلق شويه، واخا هي هاد الحبيبات راه دغيا كتطلق، ما كتاخذش الوقت بزاف. صافي غنكب عليها هنا كاس ديال الماء، ونخليه حتى تطلق شويه عندي هاد الخميره، عاد ونضيفها للخليط. بالنسبه للمقادير، انا عندي هنايا قفصه ديال الملح. كنشوف واش اللي غنهز الاول باش نقول لكم. عندي قبصه ديال الملح، وعندي هنايا هاد النوع ديال الفاني. صراحه هذه المذاق ديالها زوين، واللي ما عندهاش كدير شاصيه ديال الفاني. هنا درتهم بجوج، انا درت داك الفاني بودره، ودرت الفاني السائله. عندي هنا 120 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر القياس هو هذاك، واللي بغات تزيد الحلاوه الا بغات دير كيلو ديال الطحين هدير حتى 140 غرام ديال سكر سنيده. عندنا هنا ياغورت طبيعي، كل وحده كنديروها في نص كيلو ديال الطحين. كيجي المذاق مغاير صراحه. انا هنا ضفت لي ياغورت طبيعي، وحيدت الخماره حمراء ما درتهاش هاد المره، درتها لخماره العجين. بالنسبه للزيت، هي واخا غادي نديرو فيها شويه الزبده، ولكن ضروري من شويه الزيت. تقريبا كديروا في نص كيلو ديال الطحين كديروا 3 المعالق ديال الزيت. انا دايره هنا 6 المعالق في كيلو ديال الطحين. صافي هنا هنا كنضيف ديك الخميره، ها هي عندي دابت. كنكمل الكاس، حيت تقريبا غنديروا 3 الكيسان ديال الماء بالضبط. وبالنسبه للزبده، انا عندي هنا زبده سبيسيال، عندي 100 غرام، يعني 50 غرام في كل نص كيلو ديال الفرص. حتى تعجن ليا الكرواسه ديالي مزيان. عاد كنضيفها اخر حاجه. وانا كانت عندي شويه في الثلاجه، كانت قاصحه شي شويه، واخا جبتها ولكن ما خصها تكون بحراره المطبخ باش تكون سهله هكا سهله فاش تزيديها على العجن. صافي هنا درت العجانه ديالي، واللي ما عندهاش العجانه راه كتعجنها بيديها. خصها نيت تدلك هاد النوع ديال الكرواسه، خصها تدلك مزيان. هنا ضفت الكاس الاول ديال الماء، ها هو كنضيف الكاس الثاني. المهم 3 الكيسان كما شفتوا راه هادو ما عامرينش، حيت هاد الكاس كبير شويه على الكاس العنبه. صافي كنضيف هنا الماء وهي كتعجن. كنخليوها هكا رطيبه شويه. اخر حاجه كنديروها هي الزبده كما قلت لكم راه انا قاصحه عندي شي شويه، 100 غرام ديال الزبده من نوعيه جيده، ماشي زبده مارغرين. زبده مارغرين ديال التورق هي اللي غندير
في وسط العجينه. ولكن هنا تسمحوا لي البنات، الوقت اللي كانت لك العجينه باش نطويها، لقيت الفيديو مشى. اش وقع ليه؟ هو كيسجل ولكن كانت جاتني المكالمه، واش ما وركتش ولا المهم وقع شي خلل في التصوير. ولكن انا غنشرح لكم. وفايت درت نفس الطريقه، غير انا عوض ما نطويها على 3 طويتها هاد المره على 4. كما كتشوفوا العجين ديالي، ها هي الزبده هذيك لقيتها بارده بزاف، طلقتها شويه في يدي وضفتها، وهنا كتدلكي مزيان، كتحطيها هكا يا اما في القصريه او لا هكا فوق الرخام، وكتبقاو تدلكوها مزيان مزيان. كنديروها هكا في بلاستيك غذائي، وكنخليوها تقريبا ربع ساعه. راه دابا الجو سخن شويه، يعني تخليوها ربع ساعه، كتلقاو العجينه بدات كتخمر. وهكا العجينه دايره واحد الفوقعات باش تعرفوها راه العجينه ناجحه 100%. هانتوما الكميه ديال الزبده درتها كلها. بالنسبه للزبده ديال التورق، انا درت هنا بونه، درت 300 غرام. كتشوفوا هذيك الباكيه عندي وزائد شويه، المهم 300 غرام. كندير انا كل نص كيلو ديال الطحين كندير فيها 150 غرام ديال الزبده ديال التورق. المهم انا خدمت هنا بونه مولفه، كنخدم بالاطلس، هي اللي كانت عندي متوفره. بالنسبه للتقراص، انا عندي هنا شويه الطحين، ها هي الماركه باش خدمت هاد المره. عندي هنا شويه الطحين، كنضيف عليها معلقه ديال مايزينا، هادي هنرشها على الرخام وانا كندلك، حيت العجينه راه عندنا رطبه شي شويه، من الاحسن تكون رطبه باش ما تجيناش الكرواسه قاصحه. ها نتوما هنا فاش جيت نشوف ندخل فيديوهات المونتاج، لقيت الفيديو اللي سرحت فيه العجينه ودرت 150 غرام، حيت انا العجينه قسمتها على جوج. الكره الاولى دلكتها وحكيت عليها 150 غرام ديال الزبده مارغرين في الحكاكه الرقيقه، وطويت على 4. الفيديو اللي كنت شاركت معكم طاويه الكرواسه على 3، هذه طويتها على 4 باش تجي عندنا هكا فاش كتقطعوها كتبان لك انها مروليه بزاف. المهم طويتها على 4 وعاود طويتها على 2 ودخلتها الثلاجه فقط، ماشي المجمد. هنا صافي جبدتها، ولكن فاش جيت نحط الفيديو كما قلت لكم في المونتاج هذاك لقيته ما تسجلش. اش وقع؟ ما سمحوا لي. الا ما كنتوش فهمتوا طريقه الشرح ديالي، نعاود لكم ان شاء الله، نعاود ندير غير نص كيلو طحين باش نشرح لكم مزيان في الفيديو الجاي. او كما قلت لكم راه كاينه الوصفه ديال الكرواسه فايت شاركتها معكم، ولكن كاينه الطويه على 3. هنا كنحيدوا الجوانب باش يبان لينا داك التورق مزيان مزيان. انا غندير هنا 2 اشكال، غندير هكا كرواسه ديال نارولي، واخرى غير غنطويها. بالنسبه للشكلاط، خدموا بالشكلاط اللي بغيتو، واللي عندها حتى نوتيلا هكا الشكلاط السائل كدير غير شي شويه، حيت هو كيسيح اكثر، ماشي بحال هذا راه ما كيسيحش بزاف. صافي هنا كنقطع هاد الجوانب كما قلت لكم، وكنقسم العجين هكا شرائح طويله. هنا عبرت بالقياس ديال الشكلاط وزدت شويه، حيت ما بغيتش انا الشكلاط يخرج ليا من الجناب ويتحرك في اللاطه. صافي كنقسم هنا على 2 وكنرولي. الوقت فاش كنرولي اخر ديال العجينه كنورك عليها هكا شويه بيدي، راه الفيديو شارح نفسه. كنورك عليها شويه بيدي باش تلصق العجينه، هذه كتكون منها اللاطه باش ما تفتحش عندنا الكرواسه. كنتمنى ان الشرح يكون واضح. انتم شفتوا التورق ديال الكرواسه ديالنا. بقاو معايا تنوريكم الشكل الثاني اللي هما هلاليات، ولكم الاختيار، ولا اللي بغات تشكلهم. انا صراحه وجدت هذه الكرواسه للعيد ان شاء الله، الا بقينا حيين وجدتها وغنديرها في المجمد حتى العيد ان شاء الله. فبقاو معايا لنهايه الفيديو ان شاء الله، وندوزوا للوصفه الثالثه.
هنا كما شفتوا معايا من بعد ما ساليت غطيتها حتى خمرات مزيان هانتوما كتشوفوا، ولكن هنا راه كندهنوها بشويه حيت راه ما فيهاش الخماره الحمراء كما قلت لكم. كندهنوا هنا درت انايا صفر البيض مع شويه السكر الاشقر، واللي ما عندهاش كديرها شويه سكر سنيده، واللي ما عندهاش الفاني السائله كدير شصيه الفاني ومعلقه ديال الخل باش تحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض. هنا الفران شعلته من الفوق ومن التحت وخليته حتى سخن، طفيت النار من الفوق وشعلت عليها غير من التحت، خليتهم حتى بداو كيتنفخوا، عاد كنشعلوا عليها النار من الفوق. صراحه جا المذاق رائع، خصوصا بداك الفاني السائله والياغورت اللي درنا فيه طبيعي، جاب فيه واحد المذاق واحد النكهه زوينه. كنتمنى ان الكرواسه اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغات تحداك هكا وتوجدها العيد الفطر ان شاء الله. ها انتم كتشوفوا كتجي من الداخل مرقه ومنفوخه، انا قاسمه لكم وحده باش تشوفوا الداخل كي كتجي. صراحه المذاق رائع مغاير على الوصفه اللي كنت شاركت معكم المره الاولى. كنتمنى ان الوصفه الثانيه تنال الاعجاب ديالكم، فجربوها وردوا عليا الخبر. كما قلت لكم راه حتى هذه صورتها بالليل، هانتوما كتشوفوا رطيطبه. كديريها هكا في المجمد وتبقاو تحيدوا القياس، كتحيدوها ديريكت كتدخلوها للفران، كتولي بحال يلاه طيبتوها، ولكن كتنقصوا عليها الفران مزيان مزيان باش ما تزيدش تحمر وهي باقا ما سخنات. كنتمنى الوصفات اللي شاركت معكم هاد جوج الوصفات الاولين زوينين صراحه، جربوهم وردوا عليا الخبر. وندوزو ان شاء الله الوصفه الثالثه. بالنسبه للوصفه الثالثه اللي هي تحليه هكا للسحور او العشاء، او عندنا نص لتر ديال الحليب، عندي هذا فلون ديال الفاني ولكن كتجي مع واحد الشاصيه ديال الكراميل. هذا فيه سكر سنيده يعني ما كنحتاجوش اننا نزيدو السكر، صافي كندير هكا الشاصيه وكنحطو على النار حتى تطلع فيه الغليه، يعني ماشي كيغلي غير يبدا يطلع فيه الغليه صافي، وكنطفي عليه النار. بالنسبه للتزيين ديال الكيسان عندي اللي متوفر عندكم، انا جبت هنا البسكوي هينريس. هنا غادي ندير الباكيه ديال الباكيه على ما اظن فيها 85 ولا 90 غرام. المهم كنهرسوها هكا حيت غنطحنوا. كنضيف عليها جوج البنانات. المذاق البنان راه ما كيبقاش مجهد، بالنسبه اللي ما كيعجبهاش البنان هكا في التحليه راه ما كيبقاش مجهد. المهم كنديروا الباكيه كما قلت لكم ديال هنريس، وكنديروا عليها جوج بنانات، وكنديروا كنديروا يا اما اللوز او القرقاع اللي متوفر عندكم. انا غنزوق بهم هنا القاع ديال الكؤوس عندي، واللي بغات دير هكا عندها شي كيكه كانت دارتها البارح وشيطه ليها تفرتها هكا وديرها في القاع ديال الكيسه. المهم لكم الاختيار. انا هنا غادي ندير عندي شويه اللوز مهرمش وشويه القرقاع مهرمش، غنديرو هكا في القاع. وكتكبوا فاش كتكبوا الخليط راه فاش غادي داك الفلون فاش غادي تحيدوه من النار وكطحنوه راه غير كتبداو تكبوا كيبدا يعقد مباشره، يعني ما كياخذش الوقت بزاف. هاد التحليه والله الا مذاقها رائع. بالنسبه للتحليه الاولى اللي كنت شاركت معكم شحال من وحده قالت لي كتعجبها، واحد السيده قالت لي دارتها اليوم عاودتها غدا. اللي جربتها كنقول لكم بالصحه والراحه. كنتمنى حتى هاد التحليه تنال الاعجاب ديالكم. ها انتم كما شفتوا بردتو غير شي شويه وكبيتو هكا على البنان عندي وهنريس. هنا راه ما كنضيفوا لا سكر لا والو، صافي كنطحن هكا مزيان. واللي بغات تخلي هكا شويه ديال هنريس يعني ما مطحونش مزيان، واخا راه كتكبي عليه داك الحليب سخون راه كيذوب شي شويه. بغات تخليها هكا طرونشات باينين ما كطحنوش مزيان هكا. انا طحنته كما شفتوا صافي كنكبوه هكا في الكؤوس. هاد الكيسان انا كنت وجدت 4 ودرت واحد السكر سبحان الله العظيم. ساعه جاني الخليط هو هذاك، جا الكاس الخامس ناقص فيه شويه في العبار. هنا راه بدا كيجمد كما قلت لكم في البلاصه. هانتوما الخليط كتشوفوه عقد. نديرو في الثلاجه. وفاش غنحيدو للتزيين لكم الاختيار. انا غنزوق هنا بالبنان وديك الشاصيه ديال الكراميل اللي كتجي معاه والفواكه المجففه. يعني انا عندي هنا شويه المشماش اليابس، وعندي شويه الكيوي وشويه الفريز، ولكن ماشي ضروري تزوقوهم بهذا الشيء باش زوقت انا، يعني اللي عندك متوفر. هذا الفريز كيجي المذاق ديالو رائع هكا مع التحليه. ولكم الاختيار. وكنتمنى ان الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. هانتوما كتشوفوا من بعد ما دخلتوا الثلاجه وخرجتوا الجمد طريقه التزيين كما قلت لكم اللي متوفر عندكم.
وكنتمنى الفيديو اللي شاركت معكم ينال الاعجاب ديالكم. فكنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو الجاي ان شاء الله. استودعكم الله، مع السلامه.